كل سنة وانتم طيبين. شم النسيم يعني بريوش، زي ما أهلنا عودونا كل سنة في شم النسيم واحنا صغيرين. كانوا دايما يعملوا لنا البريوش ده في البيت، وكان بيطلع طعمه وريحته تحفة جدا. أنا النهاردة هقولكوا ازاي تعملوها بكل سهولة وبساطة، ومكونات كلها موجودة في البيت، وتطلع معاكم كده ناجحة وطرية جدا وهشة قوي، وكمان طرق تشكيل مختلفة هتفرح الولاد قوي. ودي طبعا أحلى حاجة نعملها جنب كوباية الشاي الصبح. يلا نبدأ على طول ونشوف عجينتنا عبارة عن ايه عشان تطلع معانا ناجحة كده وطرية معانا. اول حاجة جاهز عندي البولة، هحط فيها كوباية من الحليب الدافي، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم مع بعض الاول لحد لما السكر يدوب معايا. هضيف عندي بعد كده نص كوباية دقيق، ودي كده بمسانة او طريقة ان احنا نعمل محسن طبيعي للعجينة. ندوبها لحد لما العجينة تبقى أشبه بعجينة البانكيك كده. بنغطيها بفوطة نضيفة ونحطها على جنب تخمر لمدة 5 دقايق. هنلاقي إن العجينة بتاعتنا بدأت تعمل بابلز أو بدأ حجمها يتضاعف شوية. بعد كده هنشوف باقي المكونات بتاعتنا ايه. هضيف بيض، وعندي معلقة كبيرة مليانة من الفانيليا عشان يعني نشيط شوية، وكمان هضيف عندي معلقة من الزبادي، وهضيف عليها كوباية من السكر البودرة المنخول باودر عشان نتأكد ان هو يدوب معانا كويس جدا. نخلط كل المكونات دي مع بعض لما كلها تندمج وتبقى كده انسيابية، مفيهاش اي كتل خالص. تمام كده كده الخليط بقى عندي ناعم جدا وجاهز عندي. نيجي بقى للمكونات الجافة بتاعتنا. عندي كيلو اللي انا اخدت منه نص كوباية في الاول، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح حوالي ربع معلقة صغيرة، واختياري معلقتين كبار من الحليب البودرة. هنقلب كل الكلام ده مع بعض بمعلقة خشب الأول عشان يسهل علينا العجن لحد لما تلم معانا. جهزت عندي بعد كده كوباية من المية الدافية، بحط كده تدريجي لحد لما اشوف هحتاج مية قد ايه. انا احتاجت كوباية المية كلها، وطبعا ده بيرجع لنوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. نعجن بايدينا لحد لما العجينة تبدأ تلم معانا والدقيق يختفي. اول ما بنوصل للمرحلة دي ان مبقاش فيه دقيق ظاهر معانا والعجينة لمت بس طبعا مش مخدومة، هتلاقوها كده مقطعة معانا ومش انسيابية. نيجي في المرحلة دي هكون مجهزة عندي كوباية من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا زي ما انتوا عارفين بريوش الأساسي فيه البيض والزبدة، ونبدأ نعجن كده بالطريقة دي. هتلاقي في الأول إن الزبدة بدأت تفصل عن العجين، ما تقلقوش، افضلوا عجنوا فيها كده لحد لما تلم معاكوا، وما تزودوش دقيق. هتلاقيها ملزقة مع العجن المستمر لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة بإيديكي، هتوصلي للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. هنحتاج عندنا كده على السطح اللي هنشتغل عليه يكون نضيف ومتعقم، ورشة كده دقيق صغيرة، ونبدأ نعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نفرد العجين من جوه لبره لحد لما تنعم وتطرى معانا. وزي ما قلت لكم هي بتبقى عجينة طرية بس ما بتلزقش، لحد لما بنوصل ان هي بتبقى عاملة زي الاستك مطاطية معانا بالشكل ده، ما فيهاش اي شقوق وطرية جدا. وما تزودوش دقيق طبعا زي ما قلت لكم. هنحطها في البولة ونغطيها بفوطة نظيفة ونسيبها تخمر على جنب لمدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع لحد لما الحجم يتضاعف معانا بالطريقة دي. هنفضي بقى الهواء اللي فيها ونبدأ نلمها، وعايزة اوريكم قد ايه طالعة طرية ومطاطية. طبعا العجينة دي كده ناجحة جدا وهتديكوا طريقة بريوش أو يعني هشة ومش معجنة ولا مكتومة من جوه. ناخدها وبنقطعها لأربع قطع متساوية، بنغطيها ناخد قطعة نقسمها كده بالطريقة دي لأربع أو 5 قطع، لأن أنا عايزة حجم البريوش يكون كبير شوية. والباقي بكون مغطياه بكيس بلاستيك عشان الوش ما ينشفش. بفردها كده زي ما انتم شايفين من غير ما اكورها، ونسيبها ترتاح، وناخد قطعة قطعة ونبدأ نشتغل فيها. بنبططها كده الأول، وبعد كده بنبدأ نلفها رول لحد لما نوصل لسمك يكون معقول، ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي. نبدأ نلف الطرف بتاعها كده، وبعد كده بنلفها داير ما يدور حوالين بعض. وده الشكل التقليدي للبريوش او الشريك اللي احنا متعودين عليه. والطرف الاخير بنزله لتحت عشان ما يفكش معانا في التخمير. نحطها في صاج او صينيه مدهونه دهنه خفيفه من الزيت، وبعد كده نيجي نعمل شكل تاني. ممكن نضيف كده شويه من الشوكليت شيبس او شويه زبيب او مكسرات، ونقفل عليها ونلف رول، وبعد كده بنلفها بالشكل المعتاد اللي انتوا عارفينه. طبعا دي طرق مختلفة زي ما انتوا حابين، عايزين تسيبوها سادة او تحشوها مفيش اي مشكلة. والطرف الاخير بننزله من تحت زي ما قلت لكم. واهم حاجة لما نيجي نحطها في الصاج بنسيب كده مسافة بين كل واحدة والتانية، وعشان نعرف ان دي محشية شوكولاتة بنحط شوية شوكولات من فوق كده على الوش. نيجي ناخد الشكل اللي بعده، نفردها كده مستطيلة، ونبدأ نقطعها كده الى 3 قطع بحيث ان احنا عايزين نعمل الضفيرة.
هنفصلها على بعض ونلفها رول، وبعد كده نبدأ ناخد كل واحدة عكس التانية لحد لما نوصل لشكل الضفيرة اللي انتوا عارفينه. اهم حاجة نقفل الاطراف كويس جدا، وبعد كده نلفها حوالين بعض بالطريقة دي بتطلع لنا كده شكل وردة تحفة جدا. وناخد الطرف لتحت، بصوا شكلها حلو ازاي. نيجي ناخد الشكل اللي بعد كده، نلف رول ونقسمها كده على 2 حوالين، نلفها كده حوالين بعض، وبعد كده نبدأ نلفها او نقفل الطرف بتاعها بالطريقة دي، ودي طريقتها سهلة جدا. حطينا اول جزء في الصاج ونغطيه ونسيبه على جنب لحد لما يخمر، لحد لما نكمل الجزء التاني. وده الشكل اللي بعد كده، بناخد الطرفين وبنلفها قصاد بعض لحد لما بيدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنخلص الكمية اللي عندنا ونسيبها تخمر لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده، لحد لما حجمها يتضاعف شوية. مدة التخمير ما تزيدش في المرة التانية عشان شكلها ما يبصش في الفرن. بعد ما بتخمر وبتوصل للحجم اللي انتوا شايفينه ده، بعد 10 دقايق بالظبط نبدأ نجهز خليط التغطية. عندي بيضة ومعلقتين كبار من الحليب وشوية فانيليا، وانا دهنت الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بنجيب شوية سكر يكون خشن شوية، هو بتاع التموين ده، ونحط كده حوالي ربع معلقة على كل واحدة. في الوقت ده انا بسخن الفرن على درجة حرارة 200. بندخلها رف اوسط، بتقعد معانا من 12 ل 15 دقيقة بالظبط مع المتابعة لحد لما بتاخد لون من تحت، ولو ما احمرتش من فوق بنشغل الشواية لحد لما بتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة تستوي على درجة حرارة عالية، واول ما بتخرج بنغطيها كده بفوطة نظيفة عشان نحبس البخار اللي فيها، وتفضل محتفظة بالطراوة اللي انتوا شايفينها دي. بتطلع طرية وجميلة جدا وهشة، وبجد ريحتها في منتهى الجمال بالرغم من كمية البيض اللي فيها، لكن بجد ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. طالعة طرية وجميلة، وعملنا منها اشكال حلوة قوي زي ما انتوا شايفينها كده. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.